السيد ستي حسين مدير مركز التكوين المهني حي البدر. يقع مركز التكوين المهني والتمهين الشهيد الأخضر في حميدة غرب مدينة وهران على بعد 7 كيلومتر، بالتحديد بحي البدر شارع دكتور كولومباني مقابل المستشفى العسكري على البيضاء. المساحة الإجمالية المقدرة ب 15123 متر مربع. طاقة الاستيعاب المؤسسة طاقة الإيواء للذكور والإناث قدرها 550. مكتب الاستقبال والتوجيه فيه عدد مكاتب 2، عدد الورشات 4، عدد الأقسام 9، عدد المخابر 2، العدد الكلي للمكاتب الإدارية 14. متواجد كذلك النادي، ملعب من نوع ماتيكو. التخصصات المدرسة على مستوى المؤسسة حاليا: التكوين الحضوري أولا التخصص في الأمانة. النقطة الثانية عون إدراج المعلومات. ثالثا مساعد تقني متخصص في التوثيق والإرشيف. رابعا الطبخ التقليدي. خامسا صناعة الحلويات. الدروس المسائية عندنا العبور وجمركة، هذا فرع ديتاشي منتدب من نيفو 5 من المؤسسة المنافال. مستغل معلوماتية. التكوين منحة البطالة فيها قص وتجفيف الشعر، التلقين الإعلام الآلي، خياطة وتجميع الملابس. أما فيما يخص مصلحة التمهين كاين حلاقة النساء 2 فروع، خياطة 2 فروع، المسبغة والتنظيف كاين 2 فروع، الطبخ التقليدي، الفندقة والإطعام، خيار طبخ زائد محاسبة، والمساعد الحضانة والخبازة والمعجنات وصناعة الحلويات. هذه التخصصات اللي حاليا على مستوى المؤسسة فيما يخص مصلحة التمهين. ماذا بينا يتقربوا في أقرب الآجال المتمهنين المتربصين ولا اللي ما تقدروش ما حصلوش التكملة تاعها في المدارس الابتدائية المدارس المتوسطة ولا المعاهد في أقرب الآجال. والطاقم التقني والبيداغوجي راه مجند آخر مستجدات تحضيرات بالدخول إن شاء الله بإذن الله تاع سبتمبر 2024. احنا في الخدمة، وشكرا والسلام عليكم. متربصة طالبي بلقيس في مركز تكوين المهني حي البدر، تخصص أرشيف. مدة التخصص سنة، فيها فصلين. في السداسي الأول تعلمنا كثير من الأمور في الإعلام الآلي، وأيضا في المكتبات وتسيير الوثائق وأرشفتها. تبقى لنا سداسي أخير وننهي تربصنا في التكوين المهني، ونتحصل على دبلوم في مساعد تقني في المكتبات والأرشيف، وبالتوفيق للجميع. متربصة في مركز تكوين حي البدر، تخصص صناعة الحلويات. مدة تكوين 12 شهر. رانا في السداسي الأول تعلمنا فيه بريوش، تعلمنا فيه عجينة مورقة، كريمة دبلوماسية، لامونا، مادلين، براونيز، كوكيز، الكعك، عدة أمور بزاف. بقات لنا 6 شهور وندو شهادة التأهيل اللي غادي تفيدنا في المشروع تاعنا إن شاء الله بالتوفيق للجميع. شكرا. أنا المتربصة علانة الهدى، تخصص طبخ تقليدي، مركز التكوين المهني والتمهين حي البدر وهران. نحن في نهاية السداسي الأول تلقينا مجموعة من الوصفات التقليدية الجزائرية، ومن بينها مجموعة من الصلصات. وزيادة عن ذلك تلقينا مجموعة من الوصفات التقليدية الجزائرية التي ستفيدنا في بناء مشروع مستقبلي إن شاء الله. وإيضاح يوسف، متربص في مركز تكوين حي البدر، تخصص مساعد تقني في المكتبات والتوثيق والأرشيف. وأطلب كل من يريد الالتحاق بمركز تكوين سيوجد طاقم إداري متخصص من أجل توجيهه.